استكملت دمشق جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة لاستقبال فعاليات القمة العربية العشرين التي ستعقد بعد أيام. معاون وزير الإعلام السوري طالب قاضي أمين أكد أن جميع المقرات التي ستستضيف فعاليات القمة أصبحت جاهزة، سواء القاعة المخصصة لاجتماعات القادة العرب التي تم تجهيزها على أعلى المستويات، أو القاعات الجانبية التي ستوضع تحت تصرف القادة العرب لعقد لقاءات جانبية على هامش أعمال القمة. كما تم تجهيز قاعات لاجتماعات المندوبين الدائمين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزراء الخارجية العرب، وتم إعداد 26 فيلا تحت تصرف رؤساء الوفود. يعني تقريبا هذا العمل استغرق من الزملاء تحضيرات أكثر من شهر ونصف، شهرين تقريبا، بين التخطيط والتنفيذ والعمل على الأرض وتنفيذ الأعمال البنية التحتية لهذا المركز. طبعا القمم أو الأعمال أو الاجتماعات التي تعقد ضمن إطار الجامعة العربية لها نظام خاص فيها. هناك كل جلسة يكون هناك جلسة افتتاحية وتكون متاحة للإعلاميين، بعد ذلك تكون جلسات مغلقة لا يسمح للإعلاميين بالدخول إليها. إجراءات اتخذتها سوريا لتوفير الاحتياجات والمستلزمات كافة لنجاح قمة عربية شعارها قمة العمل العربي المشترك. ولم يقتصر اهتمام دمشق بتوفير أجواء مناسبة للقادة ووزراء الخارجية العرب، بل أولت اهتماما واضحا للإعلاميين جميعا من خلال تلبية احتياجاتهم بتقديم تغطية مناسبة ومهمة للقمة العربية. فقد تم تجهيز مركز إعلامي خاص بهذه الفعالية بالقرب من قصر المؤتمرات، يتألف من 4 كيانات كل واحد له مهمته الخاصة. قاضي أمين نفى وجود أي تحفظ سوري على مشاركة أي إعلامي أو أي وسيلة إعلام لتغطية فعاليات القمة ما عدا الإعلاميين الإسرائيليين. أصبح المركز الإعلامي الذي أقامته وزارة الإعلام قريبا من مكان انعقاد القمة جاهزا لاستقبال الزملاء الإعلاميين من جميع الدول العربية والأجنبية ومن جميع وسائل الإعلام المختلفة. المركز يؤمن خدمات إعلامية للزملاء الإعلاميين بأشكال العمل الإعلامي كلها، سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة. وبالنسبة إلى الوفود المشاركة، فقد وصل دمشق وفد الأمانة العامة للجامعة ومندوب بعض الدول العربية لبدء الاجتماعات على مستوى المندوبين. وأوضحت مصادر إعلامية أن المندوبين لن يناقشوا المسائل الساخنة، بل سيقرون الأمور الروتينية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على أن يبحث وزراء الخارجية الخميس المقبل البنود المتعلقة بأزمة لبنان والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعراق. ومن المتوقع أن يبدأ وصول رؤساء الوفود المشاركة في القمة إلى مطار دمشق الدولي يوم الجمعة ليتم استقبالهم من قبل كبار المسؤولين السوريين، ثم ينتقل رؤساء الوفود والوفود المشاركة والمدعوون يوم السبت إلى قصر الأمويين للمؤتمرات. ومن ثم تفتتح القمة العربية رسميا صباح السبت بجلسة علنية تتضمن خطابات للسعودية باعتبارها رئيسة المؤتمر 19 ولسوريا التي ستترأس الدورة الحالية، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بحضور الضيوف الأجانب وقادة المؤسسات الدولية والإسلامية قبل بدء جلسات العمل المغلقة. ومن المقرر أن يتضمن اليوم الأول عقد جلستين مغلقتين، الأولى تضم رئيس كل وفد و4 من مساعديه، والثانية تقتصر على رئيس الوفد وشخص آخر. كما ستعقد جلسة مغلقة ثالث الأحد لمناقشة البيان الختامي والتوصل إلى قرارات. قمة دمشق يرى المحللون أنها من أكثر القمم إثارة للجدل في ظل تردي الوضع العربي، ما يفرض على المشاركين في القمة تمثيلا رفيع المستوى من الزعماء العرب من أجل استمرار العمل العربي المشترك وإنجاحه عبر الجامعة العربية وتجاوز الخلافات بين الدول العربية للتفرغ لوضع حلول للمشكلات والأزمات المتفاقمة التي تشهدها الأمة العربية. اهتمام كبير أولته سوريا لتوفير الأجواء المناسبة استعدادا للقمة العربية القادمة التي ستعقد في دمشق بعد أيام قليلة. فها هي سوريا قد أنهت كامل استعداداتها لاستقبال القادة العرب والوفود العربية المشاركة في هذه القمة. يمان الشواف، قناة الرأي، دمشق.